اهلا يا صديقي العزيز، حلقة جديدة مع احمد التهامي في اخبار نارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب انصر اخواتنا المستضعفين في السودان وغزة، واشف مرضاهم رب العالمين، وثبت اقدامهم وانصرهم على اعدائنا. اللهم امين يا رب العالمين، واحفظ مصر واجعلها امنا امانا دائما وابدا. اللهم امين يا رب العالمين. ويا صديقي العزيز، قبل ما نبدأ الحلقة انت مقصر معايا في اللايك بتاعك المتين، من فضلا وليس امرا اللايك بتاعك، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد، واذكر الله وصلى على النبي. وتعالى لما نشوف الاخبار النارية من النادي الاهلي. عندنا السوشيال ميديا كلها شغالة دلوقتي يقول لك وسام راجع من امريكا، وسام راجع للدوري المصري في اسرع وقت ممكن وبإغراءات عالية جدا من الأموال. أنا بقول لك هنا يا باشا، بكدب لك هذا الخبر، بقول لك الخبر ده ليس له أي صحة نهائي، غير صحيح. وسام مستقر في أمريكا هو وعيلته. وسام في نيته وبيتمنى إنه ياخد الجنسية الأمريكية هو وعيلته، فهو عاوز يفضل هناك في أمريكا في أطول وقت ممكن. في حال رجوعه للدوري المصري فيما بعد ذلك بعد سنين طويلة مش هيرجع غير على النادي الأهلي. لكن هتقولي بقى العرض اللي مقدمه بيراميدز ب5 مليون دولار، ب4 مليون دولار، وهيدفع 7.5 مليون دولار للنادي الأمريكي والكلام ده كلته. أنا بقول لك كله في الفنكوش. بيراميدز ما قدمش أي عروض، مفيش أي حد من بيراميدز تحدث مع وسام ابو علي. ده كانت اقتراحات من بعض الوكلاء اللي هم بيدوروا على مهاجمين بديل لفيستون مايلي مع بيراميدز. طيب بما ان احنا جبنا سيره فيستون مايلي، ايه وضع فيستون مايلي مع بيراميدز والنادي الاهلي؟ نبدا مع بيراميدز. بيراميدز قدمت عرض 3.5 مليون دولار لفيستون مايلي. 3 مليون دولار سنويا كده ياخدهم راتب له صافي، تمام، والعقد هيبقى لمدة 3 سنوات. و500 ألف دولار دول هياخدهم مكافآت بقى ايه؟ هداف دوري، على هداف دوري أبطال أفريقيا، على مثلا خد أفريقيا مع بيراميدز، على خد الدوري مع بيراميدز، الكلام ده كلته. فيجي هنا بقى رد بفيستون مايلي: والله يا جماعة اللي عاوز يبدأ يتكلم معايا يبدأ بال4 مليون دولار راتبي أنا الشخصي، زائد المكافآت 500 ألف دولار، ولو عندكم إكرامية خلوها مليون، مفيش مشكلة. لأن أنا جاي لعروض بالفعل من الفتح من الشباب السعودي، وجاي لعروض من الدوري السعودي بمبالغ أكبر من كده بكتير، بتوصل لحوالي 6 مليون دولار. هو قال لهم بالمعنى الحرفي كده. فأنا عشان أتنازل وأفضل معاكم 4.5 مليون دولار حد أدنى في الكلام معايا. اللي باسمي ايه؟ جازفت، باسمي تنازلت، تواضعت، وهلعب معاكم. طيب وضع بقى فيستون مايلي مع النادي الاهلي ايه هو؟ واللي كان ماسك الملف ده وما زال ماسكه الاستاذ ياسين منصور، بحكم ان هو اللي هيدعم هذه الصفقة او هيجيبها هدية للنادي الاهلي. طبعا العرض اللي كان مقدم من النادي الاهلي وهو كام؟ 1.5 مليون من النادي الاهلي، و500 زيهم من الاستاذ ياسين منصور، اعلانات والكلام ده كله. فطبيعي 2 مليون دولار، فطبيعي فيستون مايلي مش هتلاقيه في النادي الاهلي. طبيعي انت هتقدمه يعني الراجل عنده تقريبا داخل في حوالي 33 سنة، فطبيعي انت لما تدفع عليه مبلغ بالمنظر ده. لا يا باشا، انا اروح اجيب مهاجم اجنبي اوروبي خالص سنه صغير يقدر يديني 5-6 سنين قدام، والفلوس اللي دفعتها فيه يبقى انا ما رميتهاش على الارض. وده اللي الاهلي شغال عليه بالفعل الحالي. في عندنا 3 ملفات ل3 اجانب سوبر بمعنى الكلمة، تمام، موجودين على طاولة المفاوضات. يسرب بيفاضل ما بينهم، يسرب عاوز 2 منهم، 2 أجانب،
ولكن رد عليه اداره النادي الاهلي: انت لما نجيب 2 اجانب في مركز واحد يبقى انت كده مضطر ان انت ايه، نمشي ديانج وتمشي اشرف داري. فلا، انت احنا عندنا 5 اجانب بس، هنضطر نجيب لك 1 اجنبي زي جنبه، لا اما 1 مصري ان كان اسامه فيصل، تمام، وهنجي اسامه فيصل دلوقتي هو ومحمود الجزار المدافع، وان كان فلسطيني يقيد مصري وهو اسد الحملاوي. وطبعا النادي الاهلي مخلص معاه شفويا مع اسد الحملاوي، ومنتظر قرار مين؟ يسرب بالموافقه. هاتوه يلا تاني يوم. طيب، ال3 صفقات اللي الاهلي او يسرب بيفاضل ما بينهم في مركز الهجوم، المعروف منهم هو ابراهيم ديباتي. ابراهيم ديباتي ممكن يكون ابراهيم ديباتي ده الرابع، تمام. التالت بقى يا سيدي مهاجم اوزبكستان. الاهلي بيراقب مهاجم اوزبكستان، الملف بتاعه جه موجود قدام ياسر يا باشا. شوف لنا المهاجم ده. المهاجم ده اللي خلى دفاع منتخب مصر شوارع. اللاعب ده اللي كان محاوطه 7 لاعيبه من منتخب مصر، عدى منهم بكل سهوله ودخل الجون في منتخب مصر. النادي الاهلي متابع هذا المهاجم. ادي عندك 2 مهاجمين بقول لك عليهم، في 2 متكتم عليهم كتمان شديد من اداره النادي الاهلي. طيب، منتخب مصر هيلعب بكره ان شاء الله قدام كاب فيردي على المركز الثالث والرابع في البطوله الوديه. طيب، بالنسبه اللي كان بيلعب في الربع او في النص النهائي قدام اوزبكستان، المنتخب اللي مش مصنف زي ما احنا مصنفين عالميا، المنتخب اللي هم بيشحتوا كوره ولكن جم عندنا تفوقوا علينا كرويا، تفوقوا علينا في كل حاجه ذهنيا وبدنيا وفي الكوره، خلوا دفاعات منتخب مصر شوارع بمعنى الكلمه. فطبيعي ما تقوليش ان انت مثلا لو كابتن حسام حسن خسر الماتش بتاع بكره هيمشي ومش هيلعب في افريقيا، لا، بس دي مباراه وديه، فيها ما ينفعش نقيس عليها مدرب او نحكم ان هو يمشي او يقعد، تمام. بس المشكله ان دلوقتي كابتن حسام طلع بشماعات عاوز يعلقها. انا عندي 7 8 لاعيبه غايبين، انا عندي مش عارف ايه، بيخلق اعذار قبل المباراه زي ما يكون داخل حاسس انه هيخسر من كام فردي. فانا مبدئيا انا مبلغكم ان انا ما عنديش القوام الاساسي، ويقول لك انا ناقص لي صلاح وتريزيجيه ومرموش وناقص لي امام عاشور وناقص لي محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، وقاعد يعد بعض اللعيبه. فطبيعي ما تستنوش مني من الاخر كده، يقول لك ما تستنوش مني مكسب من كام فرد يعني. يا باشا انت ماسك منتخب مصر، يعني ايه ماسك منتخب مصر؟ ما انتش ماسك نادي مقيد بحوالي 25 لعيب 30 لعيب، عندك اصابات، انت كده عندك نقص. منتخب مصر يعني انت معاك لعيبه في جميع انديه مصر المقيده تبع الاتحاد المصري، تقدر عندك عجز هنا تقدر تتصرف فيه وتجيبه من حته ثانيه. تقول لك يا عم مش دي الخامه اللي انا عاوزها، مش دي القماشه اللي كانت بتلعب معايا او المستوى. ما هو انت اللي مقصر. احنا شوف عندنا كارلوس كروش لما جه المنتخب ولا يفقه اي شيء عن الكره المصريه، دخل لنا عناصر جديده من اول المباريات اللي مسكها مع المنتخب. ان كان احمد رفعت ربنا يرحمه ويحسن اليه، ولا ان كان مروان داوود، ولا ان كان اسامه فيصل، ولا ان كان عمر مرموش. دلوقتي عمر مرموش ما يقدرش يستغنى عنه في المنتخب. دلوقتي محمد عبد المنعم اللي كارلوس كروش قدمه كان بيلعب في فيوتشر، ما حدش كان يعرف عنه اي حاجه، دلوقتي بقى من الركائز الاساسيه للمنتخب. انت بقى يا كابتن حسام جبت ايه للمنتخب؟ جبت لعيبه جديده منين للمنتخب؟ اكتشفت مواهب دخلتها وزقتها في وسط المنتخب علشان لما تقع في موقف زي ده ويبقى اللعيبه الاساسيه عندك غايبه ما انتش تلاقي مكانهم.
ما جهزتش لعيبه تانية، ما قدمتش لعيبه للكره المصريه وللمنتخب المصري جديده. فطبيعي لازم تقول الكلمتين دول. لازم انا شايف ان انت بدأت او سمحت لاي حد انه يدق لك اول مسمار في النعش بتاعك يا كابتن حسام. هنشوف مباراة بكرة ونشوف الأداء بتاعها ونشوف النتيجة، وساعتها نشوف البشاير هتبقى عاملة ازاي قبل مباراة أو قبل بطولة أفريقيا. ويا رب يكون الأخطاء اللي وقعنا فيها الماتش اللي فات نتحسن فيها ونعالجها. نيجي بقى لمجلس العار، مجلس الزمالك. يعني ايه يبقى عندك رمز من رموز نادي الزمالك وحاصل على بطولات وشغال في القناة بتاع النادي وما نلاقيش ولا واحد من المجلس غير احمد سليمان حاضر الجنازة؟ واحد من اعضاء مجلس الادارة حاضر حفلة في وقت الموت بتاعه او بتاني يوم من الموت بتاعه، والتاني حاضر الانتخابات عضو مجلس الشعب وعمال يهتف لأمين الصندوق. كل ده وسايبين الواجب. الظروف اللي زي ديت هي اللي بتظهر معدن الانسان صحيحة، هي اللي بتبين مين اللي بيحبك ومين اللي بيكرهك، مين اللي هيقف في ظهرك في وقت زنقتك وفي وقت ما تبقى الامور شادة عليك، ومين اللي هيتريق عليك او مين اللي هيشمت فيك. تخيل لما يبقى 3 أو 4 من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي موجودين في الجنازة ورموز الزمالك مش موجودة اساسا. يبقى ديت عار ولا مش عار على مجلس الادارة؟ تخيل لما هم يقول لك ايه، احنا هنصرف له معاش كل شهر وهنعمل وهنسوي ونديله بيت عقده. انا هو وانت اهو ان المعاش ده كمل 3 اشهر ورا بعض ياخدوه. تعالوا اسالونا على حاجه زي كده. بما ان احنا بنتكلم بقى عن الزمالك، نيجي ليه المدرب يانيك فيريرا اللي كان بيدرب نادي الزمالك ومشي. الراجل كان له 8 شهور تم الاتفاق ودي بينه وبين اداره الزمالك انه هيتخلى عن 3 شهور وياخد 5 شهور، يعني بمقدار 275 276 الف دولار. قول يا عم 300 الف دولار. 300 الف دولار دول مش مفيش واحد من مجلس العار من اعضاء مجلس النادي اللي كلهم رجال اعمال عارفين يطلعوا 300 الف دولار حتى لو سلفة للنادي ويسدوا بيها خانة يخلصوا منها من واحد زي ده انه طلع يشتكي نادي الزمالك في الفيفا. ادالهم فرصة 10 15 20 يوم، وكل ما يتصل عليهم مع كله يعمل ودن من طين ودن من عجين وما يتردش عليه وما يعبروهوش. له حق الراجل يطلع يشتكي. طب يا عم كنت تدفعهم وبعد كده يبقى استردهم لما تبيع اي لاعب من اللاعيبه اللي موجود. لكن محدش من اعضاء مجلس الاداره بيفيد النادي، بل هو بيستفيد بسبب ادويته داخل نادي الزمالك، سواء بالانتخابات اللي راح امين الصندوق ده راح في الانتخابات، ولا ان كان في المصانع والشركات بتاعته دعايه واعلان للمنتجات بتاعته. فما فيش حد من رموز نادي الزمالك بيحب الزمالك، بل بيحب نفسه وشخصيته الاول. وبسبب انشغال مجلس الاداره ومجلس الاداره اللي في غيبوبه وتايه عن نفسه، محدش يعرف عنه اي حاجه ولا هو يعرف عن النادي اي حاجه. نادي الاهلي واخد نادي الزمالك ورا مصنع الكراسي في خلال 8 ايام، زنقوا زنقه السواد. بدايه اول يوم هو السوبر المصري، وبعد كده الناشئين 2005 و2007. نادي الزمالك ما بقاش يقدم كوره، ما بقاش يقدم فن ولعب وهندسه، للاسف بقى يقدم مرقعه وقله ادب وقله كرامه والفاظ سيئه وعدم روح رياضيه. بيقدم كل ما اسوأ في الكوره فقط لا غير. الغيابات عند النادي الاهلي في مباراة شبيبة القبائل،
في ناس يقول لك امام عاشور هيشارك، امام عاشور بقى 100%. امام عاشور اعتبره مش هيشارك، بمعنى يعني يوم ما هيشارك كبير قوي، هيشارك اخر 10 دقايق، اخر ربع ساعه يبدا يحط رجله في الايه، في الملعب. غير كده ما تنتظرش منه حاجه اكتر من كده، عشان راجع من تعب شديد. اللي ابرز بقى الغيابات المؤكده، عندك زيزو، عندك تريزيجيه، عندك جراديشار للايقاف. نيجي بقى لموضوع حامد حمدان مع النادي الاهلي. حامد حمدان يا سيدي كان الموسم اللي فات او الانتقالات اللي فاتت كان خلاص على وشك واعتاب نادي الزمالك، هيروح وهيموت وهيروح، وعمل مشاكل مع النادي بتاعه. جميل، نادي بتروجيت، وتناه يضغط عشان يروح الزمالك، وربنا ما سهلش الموضوع وما راحش الزمالك، وكانت مصلحة له علشان نشوفه داخل جدران القلعة الحمراء هذا الموسم. طبعا حامد حمدان شاف الوضع المالي السيء لنادي الزمالك، وعدم التزامهم بكلمتهم والتزامهم بوعودهم والتزامهم بالكلام ده، حتى الاتفاقات اللي كانت دارت بينهم وبين بعض فص ملح وداب ومفيش اي التزامات. مين اللي دخل على الخط؟ انت عندك الاهلي دخل على الخط. حامد حمدان رفض يوقع على اي عقود للنادي الاهلي، قال يا جماعه عاوزين تخلصوني اطلعوا على بتروجيت، تخلصوني رسمي وبعد كده امضي معاكم العقود. النادي الاهلي عاوز يقوي خطوط الهجوم بتاعته وخطوط الدفاع، فطبيعي عنده في من ضمن المصريين عاوز يقوي فيه خطوط الهجوم اسامه فيصل مهاجم البنك الاهلي، وخطوط الدفاع اللي عاوز يقويها محمود الجزار. مفيش ولا واحد منهم مضى على عقود للنادي الاهلي لوقتنا هذا، مفيش حد خد عربون او خد مقدم تعاقد او الكلام ده مفيش. تمام، ولكن الامور بتتصعب على النادي الاهلي. ليه يا باشا؟ لان البنك الاهلي طالب 125 مليون جنيه في الاثنين اللعيبه، محمود الجزار مقدره ب 50 مليون جنيه، واسامه فيصل المهاجم الدولي متقدر ب 75 مليون جنيه. وده الاغراءات يعني اللي في ضغط يعني على، يعني يقول لك مش هنبيع، مش هنبيع يعني مش هنبيع، مش هتبيع، هتشتري جسم يا باشا وادفع. انا من رايي اسامه فيصل مش هيقدم كوره داخل النادي الاهلي، مش هيتطور او مش هيديني الكوره اللي انا عاوزها داخل النادي الاهلي. وهننهي الحلقه مع بعض بأليو ديانج. أليو ديانج اللي هو الاهلي مقدم له عرض محترم لحد وقتنا هذا، وهو العرض بكام؟ العرض ب1,800,000 دولار، متقسمين يا سيدي ب1,200,000 تقريبا $1,000 هياخدهم من النادي الاهلي، ده مرتبه، وهياخد $300,000 زي مثلا مكافآت الكلام ده كلته، وهياخد تاني وبطولات والكلام ده، وهياخد تاني $300,000. يبقى كده الناتج 2 مليون دولار او 2 مليون دولار اللي حاجات بسيطة. تمام، هياخد بقى ال $300,000 من دعاية واعلان لشركات الاستاذ اسامة اسمه ايه، ياسين منصور. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي فضلا وليس امرا، اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.